العادي ان الجبنة بتتحط فوق البرجر بس، لكن ده بقى الجبنة محشية وسايحة جواه، اسمه جوسي لوسي. بيعمل الأكلات بمزاج وبيعشق المطبخ والأكل والتصوير، وساب الهندسة علشان يبقى من أشهر الشيفات في مصر والوطن العربي، ومفيش حد ما جربش وصفته إلا وفعلا حس إنها مختلفة عن وصفات كتير. حكاية عمر في المطبخ، إزاي اتشهر، وإيه حكاية فريق العمل بتاعه، وإيه حكاية الأكلات الفيك، كل ده وأكتر هنعرفه في الفيديو ده. بيعشق التصوير والسوشيال ميديا، عرف يسوق لنفسه صح، وبيحب المطبخ من وهو عنده 10 سنين، والسبب في ده كان باباه. كلامنا هنا عن عمر عربي، صاحب بيج عمر في المطبخ، وصاحب اشهر وصفات واختراعات مفيش حد ما جربهاش ساعة فترة كورونا بالذات. واكتر فيديو معلم مع ناس كتير وهي طريقة البيتزا، واللي عملها بوصفة جديدة، والكل بعدها نزلها بطريقة عمر ووصفته من كتر ما هو ابدع في الحلقة دي. طيب يا ترى ليه باباه هو وش السعد عليه وسبب نجاحه؟ باباه بيشتغل في الميديا في التلفزيون من زمان، فكان عندهم كاميرا وكان هو واخواته بيصوروا نفسهم بيها ويعملوا فيديوهات، فهنا كان عندهم فضول يتعلموا، والكلام ده وهو عنده 10 سنين، لحد ما كبر وتعلم الطبخ من باباه ومامته، خاصة في أيام السفر والأجازات، وأخد منهم غالبية وصفاته اللي بيعملها في مطبخه. واللي هتستغربوا إن دراسة عمر مختلفة تماما عن اللي هو بيعمله، فدراسته هندسة مدني وما قدرش يشتغل بيها، وحاليا دخل مجال التدريس وبيدرس في الجامعة الأمريكية مع فيديوهات الطبخ. طيب وإيه حكاية فريق العمل بتاعه؟ اللي ناس كتير ما تعرفوش ان مراته هدى هي سبب الفيديوهات بتاعته، فهي المخرج والمصور وكل حاجة، وهي كمان مرايته، بتساعده في كل حاجة وبتشوف ايه اللي ناقص وبتعمله، وما بيحبش يعمل حاجة فيك، لازم كل حاجة تبقى طبيعية وعلى الهوا، لدرجة ان الفيديو الواحد ممكن يصوره اكتر من مرة علشان يطلع بالشكل اللي يبهر المتابعين ويجذب عينيهم ليهم. في حاجة حلوة قوي في عمر، انه ما بيحبش يعمل اختراع او افتكاسات الا ما يكون جربها الاول اكتر من مرة قبل ما يطلع للمتابع، علشان يكون في مصداقية في الوصفات والخلطات، ويقدر يكون واثق وقد كلامه في الخلطة، بحيث ما يكونش فيها غلطة أو فيك زي ما فيديوهات كتير على السوشيال ميديا بتستغل المتابعين وتعمل وصفات فيك لمجرد إنها تجمع مشاهدات، وده اللي هو ضده ومش بيحبه. عمر ما كانش متوقع النجاح اللي وصل ليه، لدرجة إن عدد المتابعين يتعدوا لحد ما بقى من أشهر شيفات مصر والوطن العربي، والكل بيتابعه من كل حتة في العالم من كتر ما وصفاته بتجيب مشاهدات بالملايين. طريقة عمر مختلفة تماما عن اي شيف على ساحه السوشيال ميديا، واحلى حاجه هو ماشي بيها في فيديوهاته ان الاكله ما تعديش 10 دقائق علشان المتابع ما يحصلوش ملل ويهرب من الفيديو. افكاره في المطبخ مترقعه لدرجه ان خزن البيتزا جاهزه على التسخين وبس، يعني عمل عجينه بالحشو بتاعها وجاهز انها تتحط على الفرن، وعمل من الطحينه صوص ويبقى موجود بحيث تطلعه تحطه على الاكل وتدخله تاني التلاجة. اظن مفيش حاجه اسهل ولا اسرع من كده، والمتابعين عنده بالملايين وبيحبوه جدا وواخدينه قدوه، لدرجه انهم بيستنوا حلقاته علشان بيسهل عليهم روتين يومهم ويبقوا عارفين خلاص هيعملوا ايه على الغدا. يا ترى جربت وصفات واختراعات عمر في المطبخ قبل كده ولا لا؟ واوصف خلطاته وتركاته بكلمة واحدة، شاركونا في التعليقات.